انا عايزه اقولك بس كده كلمتين. انت مش مطلوب منك انك تكون سوبر هيرو، مش مطلوب منك انك تبقى انجح واحد في الدنيا، انت مش في سباق. انت مطلوب منك تذاكر اللي عليك وتعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا. انما طول ما انت واقف وباصص، ده عمل وحل كذا كتاب وده عمل وحل كذا كتاب، وانا ما عملتش حاجه ومراكم وي وي، كل الكلام ده هيأثر عليك انت نفسيا، وممكن النفسية دي هتأثر عليك جسديا، ومش هتذاكر وهتراكم اكتر وهتفضل محبط اكتر. اتمنى منك انك تستعين بالله وتقوم تكتب كل المتراكم اللي وراك في ورقة كبيرة، وتجيب نوتة صغيرة للتودو ليست، وتاخد من الورقة الكبيرة دي تحط في الورقة الصغيرة تاسكات يومية. لو عملت كده بس لمدة 15 يوم، او كمان لو انت تراكماتك قليلة لمدة اسبوع، كل الكلام ده هيتلم. انما انت ما تقعدش تقول لا انا مش قادر اذاكر، انا فاقد الشغف، انا محبط، انا بنام كتير، انا الكلام ده كلكم بتقولوه. فاطلع بقى بره دور الضحية، اشتغل. مفيش نجاح سهل. لو كان النجاح سهل كان زماننا كلنا ناجحين، وكلنا مفيش زينا تاني. تمام. فالنجاح مش سهل. تمام. فانت مطلوب منك السعي، النتيجة مش بتاعتك. النتيجة مش بتاعتك. ذاكر، اعمل اللي عليك، ده المطلوب بس. غير كده واللي يقولك مطلوب منك نتيجة و99% وطب بشري ومش عارفة ايه، قوله بطل هبل. النتيجة دي رزق ونصيب من ربنا. انت ذاكرت عملت اللي عليك خلاص، الباقي اللي عليك الدعاء، ان الدعاء يغير القدر. تمام. ولو مش مصدقني انا عايزه اقولك ان الدعاء فعلا بيغير القدر، وقصص حصلت قدامي زي المعجزات كده، اللي هو انا كنت مصدومه. فاتمنى منك انك تذاكر وتعمل اللي عليك وتدرك ان ربنا معاك. الناس اللي بتقطع في الصلاة علشان خاطر مراكمة، انت بتربط ايه بايه؟ الصلاة حاجة وتراكمات المذاكرة حاجة، والتراكمات دي هتتصفى لما انت تبدأ تستعين بالله وتشتغل فيها. انت لو ثبت كل يوم صفحة، يا عم نص صفحة قرآن والأذكار والفروض الخمسة، اقسم بالله انت هتحس بسلام نفسي حتى لو كان عليك جبال مش تراكمات. ذاكر، اعمل اللي عليك، والنتيجة بتاع ربنا. وخليك فاكر كلامي ده كويس قوي عشان هتحتاجه بعدين. بعدين يوم النتيجة هتقول فعلا النتيجة بتاعت ربنا. يا اما هتلاقي الدرجة اعلى من مستواك بكتير وهتقول سبحان الله، يا اما هتلاقي النتيجة اقل من مستواك. ومش اقل من مستواك عشان انت ربنا ظلمك، لا، عشان خاطر انت ما عملتش اللي عليك. النتيجة هتيجي قليلة قوي اقل من مستواك عشان انت ما عملتش اللي عليك، مش عشان خاطر ربنا ظالم. عشان في حد من دفعة 24 كان داخل يقول لي هو ربنا ظالم، هو ربنا مش عارفة ايه. اتمنى ان انتوا تذاكروا وتعملوا اللي عليكم، والنتيجة دي بتاعة ربنا.